السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هعمل معاكم النهاردة الفراخ بطريقة حلوة قوي، كمان هنعمل لها صوص في منتهى الجمال والحلاوة زي ما انتوا شايفين كده. يلا بينا نسمي الله ونبدأ على طول. هتجيب الفراخ بتاعتك وهتقطعيها قطع صغيرة. يعني انا هنا هقسم الربع هقسمه نصين. انت لو الفراخ عندك كبيرة اكبر من كده ممكن تقطعيها حتت اصغر من كده. كل ما هتقطعيها حتت صغيرة هتستوي معاكي بسرعة. احنا الوصفة بتاعتنا دي ما بتقعدش على النار كتير. زي ما انتوا شايفين كده كل ربع بقسمه لنصين، والصدور هتقطعيها قطع حلوة معقولة كده، يعني مش صغيرة قوي ومش كبيرة قوي. بعد كده هجيب طاسة هحطها على النار وهحط فيها شوية من الزيت، تقريبا كده حوالي نص كوباية زيت. بعد كده هكون بقى غسلت الفراخ بتاعتي كويس قوي بدقيق وليمون وملح، وصفيتها كويس قوي. بعد كده هنحطها بقى في الزيت زي ما انتوا شايفين كده، وهديها رشة من الفلفل الاسود، ولما تاخد لون هنقلبها على الناحية التانية. خلاص كده هي خدت معايا اللون الذهبي الجميل ده زي ما انتوا شايفين. هشيلها بقى على طول. عايزين نحمرها على نار تكون وسط، ما تكونش عالية علشان الفراخ ما تتحرقش بسرعة ونضطر ان احنا نشيلها بسرعة. انا عايزة احمرها على نار تكون هادية، في نفس الوقت تكون خدت شوية من السوا. خلاص كده هشيل الفراخ، اخدت معايا لون حلو قوي اهو، وهنزل بقى بباقي الفراخ. وهديها رشة برضو حلوة من الفلفل الاسود. الفلفل الاسود ده بيخلي ريحتها وطعمها حلو قوي وانتي بتحمريها. هخلص انا بقى باقي الفراخ وهرجع لكم تاني علشان ما اطولش عليكم. هاجي بقى في نفس الزيت اللي حمرت فيه الفراخ وهنزل ببصلتين كبار مقطعهم مكعبات صغيرة. هنقلبهم بقى، نديهم تشويحة بسيطة كده لحد اول ما يبدأوا يبالوا كده. هنزل عليهم على طول بفصين من الثوم يكونوا كبار ومفرومين اهم زي ما انتوا شايفين كده. هقلبهم بقى وهشوحهم مع بعض لحد ما ريحة الثوم تبتدي تطلع معايا. هنزل عليهم بكوباية مية كبيرة. الكوباية المعيارية دي بتاخد قد مج شاي كبير او قد كوباية العصير الكبيرة. بنفس الكوباية هملاها طماطم تكون متسبكة او صلصة الموجود عندك حطيه. بعد كده هحط عليهم علبة من الزبادي، ومعلقة من الملح، معلقة من الكاري، معلقة من الكمون، معلقة من الكزبرة الناعمة، معلقة من البابريكا، معلقة من مرقة الدجاج الفورية، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود. بعد كده هحط عليها بقى حوالي معلقتين كبار من دبس الرمان. اللي ما بيحبش طعم دبس الرمان في الأكل يشيله عادي. بعد كده هقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه لحد ما يبدأ يغلي. بعد كده هنزل عليه بالفراخ على طول. بعد كده بقى هنزلها وهغطسها بقى في قلب الصوص، رصها كده جنب بعضها. طبعا في الوقت ده هنبقى مهديين النار على الآخر. بعد كده هنغطي عليها وهنولع عليها النار كده، يعني حاجة بسيطة خالص زي الشمعة كده، مش هتاخد وقت كتير معانا خالص وهتستوي بسرعة. بعد 10 دقايق ربع ساعة بالكتير هنختبرها ونشوفها استوت ولا لا. انا ما خدتش معايا خالص، يعني كملت ربع ساعة بالكتير ولقيتها استوت بقت تحفة جدا. اهم شيء ناخد بالنا ان النار هادية تحتها. وبكده هكون خلاص خلصت. طبخت طبعا جنب منها شوية رز بالكاري والكركم. بجد طعمها مش عايزة اقول لكم تحفة جدا. ريحتها تجنن. الصوص بتاعها رهيب بجد. طريقة تحفة جدا. حلوة قوي، طعمها حلو، ريحتها حلوة. شكلها جديد برضو في منتهى الجمال.
اتمنى الطريقة تكون عجبتكم، ما كنش طولت عليكم. اتمنى تجربوها وبألف هنا وشفا.